السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم البولوبيف بطريقة سهلة وسريعة من غير تعقيد. بيطلع طعمه في منتهى الجمال، كفاية إنه معمول بنظافة بدون مواد حافظة والإضافات الغريبة اللي بتحطها المصانع. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات والطريقة. بسم الله. اول حاجه معايا لحمه مفرومه، ودي اقل من نص كيلو، وزنها حوالي 350 جرام. وحطيت معاها حوالي 50 جرام من الدهن، ودي اللي هتديني الطعم المميز للبلوبيف. ممكن تستغنوا عنها طبعا لو حابين. هحط دلوقتي اللحمه وقطعه الدهن في حله، وبضيف عليهم بصله متوسطه متقطعه، 3 ورقات لورا، و3 وحدات حبهان، شريحتين صغيرين من البنجر. ما تزوديش في كمية البنجر عشان ما يأثرش على طعم البلوبيف، وممكن كمان تستغني عنه. بس هو مفيد جدا، بيعلي القيمة الغذائية وبيدي لون وردي للبلوبيف، خصوصا لو مش هتضيفي لون. واخر حاجة هضيف كوباية من المية السخنة. ودلوقتي هرفع الحلة على النار وهدي النار عليها جدا. كمية المية مناسبة، ما نزودش عن كوباية مية سخنة للنص كيلو عشان ما نضطر نشيل منها في الآخر. وطبعا المية ديت بيكون فيها كل الفوائد اللي نزلت من اللحمة، حرام نرميها. وهنا افتكرت اني نسيت اضيف الملح والفلفل، فضفت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبقلبهم كويس مع اللحمة وباقي المكونات. وهغطي على الحلة واسيب اللحمة لغاية ما تستوي كويس جدا على نار هادية. وهنا بعد ما اللحمة استوت بتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع عشان تستوي كويس. وزي ما انتوا شايفين دي كمية المية اللي فضلت في اللحمة بعد ما استوت، مناسبة جدا عشان اخلطها بيها، مش هضطر اني ارمي منها حاجة. ودلوقتي هشيل ورق اللورة والحبهان اللي في اللحمة. ولو قطعة الدهن اللي انتوا بتحطوها لقيتوها مستوتش ولسه ناشفة، شيلوها برضو. هي خلاص عملت اللي عليها ونزلت الطعم بتاعها مع اللحمة. انا هنا حاطة قطعة دهن ناعمة، فهقدر ان انا اخلطها مع اللحمة وما يكونش فيها مشكلة. ودلوقتي هسيب اللحمة تبرد شوية، وتعالوا نشوف الخطوة الجاية. معايا معلقة ونص من الجيلاتين، هضيف عليهم حوالي معلقة ونص من المية السخنة، وهقلبهم كويس لغاية الجيلاتين ما يدوب. ودلوقتي في الخلاط او الكبة هنزل باللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة هنا مش سخنة قوي ولا باردة، لازم تكون دافية عشان تتخلط كويس. وهضيف دلوقتي الجيلاتين. ودلوقتي هضيف نقطتين صغيرين من اللون الأحمر الغذائي، ده لون جل صحي عشان يديني نفس لون البلوبيف زي اللي بنشتريه بالظبط. لو مش حابين إضافة لون مفيش أي مشكلة، المهم الطعم. واخدهم اخلطهم واضربهم كويس لمدة دقيقتين 3. وهنا حضرت علبة مستطيلة وبدهنها بالزيت من كل الجوانب. ممكن تحطوه في علبة مدورة او في اي قالب موجود عندكم، اهم حاجة تكون مدهونة كويس بالزيت. وبنزل دلوقتي البلوبيف في العلبة كده، القوام مظبوط جدا. لو عايزين البلوبيف ناعم وكريمي اكتر من كده اضربوه في الخلاط لمدة اكبر. بالنسبة لي كده مظبوط جدا، انا بحبه يكون متوسط مش خشن ولا ناعم. بساوي سطحه بالمعلقة، بضغط عليه كده، وهخبط العلبة خبطتين عشان اتخلص من اي هوا زايد يكون فيه. وبغطي عليه وهدخله التلاجة لمدة مش اقل من ساعتين 3 عشان يتماسك. ويفضل طبعا ان احنا نسيبه ليلة كاملة وتاني يوم نبتدي نقطعه ونستخدمه. تعالوا بقى نشوفه مع بعض ونشوف اخباره. بقى متماسك اهو. هقلب العلبة بالشكل ده عشان تشوفوه معايا. متماسك وجميل وريحته بجد تحفة، وفي لمعة جميلة. الطعم روعة، بلوبيف صحي ومغذي بنص كيلو مفروم ومكونات بسيطة جدا. هيعملك قالب كبير من البلوبيف. ممكن كمان تبدأي تجربي بربع كيلو مفروم، هيعملك كمية ما شاء الله حلوة جدا، أوفر كتير من اللي بنشتريه.
ودلوقتي ببتدي اقطعه عشان اوريكم قد ايه هو متماسك وجميل. شايفين الجمال والطعامة؟ اظني مفيش اسهل من كده، لازم تجربوه عشان تعرفوا قد ايه هو حلو. عايزة اقول لكم على نصيحة لوجه الله، يعني ما تشتروش اي مصنعات لحوم من بره زي اللانشون والبسطرمة والهوت دوج. الحاجات ديت بتنقل امراض ومعمولة بطرق غير صحية طبعا. مفيش ضمير دلوقتي والمصانع عايزة تكسب. الله اعلم بيحطوا ايه غير المواد الحافظة اللي بتقلل مناعة الجسم. فحافظوا على صحتكم وصحة ولادكم. بتتعمل الحاجات ديت في البيت بطرق سهلة جدا، وكفاية انك ضامنة نظافتها وجودتها. المهم بقى، ايه رأيكم في البلوبيف القمر اللي عملناه مع بعض النهاردة؟ نعمله بالبيض او نعمله بالفلفل والطماطم للفطار للعشاء او لسندوتشات المدارس، بيكون حلو صحي ومغذي. وبكده اكون وصلت نهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.